واحد من الجيران قالوا إنه سمع صوت سقوط شيء تقيل على الأرض، وبعدين صوت جر أو سحل. ده غير تقرير الطب الشرعي اللي قال إن آدم كان شبه متخدر وما عندهوش التحكم الكامل في جسمه. آدم ما انتحرش، آدم أكيد اتقتل. وبالضغط على سارة في التحقيق اعترفت بكل حاجة. سارة ما كانتش في الشغل الصبح زي ما قالت، دي كانت عند الدكتور علشان يشوف تحاليل عملتها عشان تعرف ليه ما حصلش حمل بعد الجواز بقالهم 2 سنين. لكن بتكتشف إنها مش هتعرف تكون أم لأسباب مرضية. سارة خرجت من عند الدكتور ودموعها مالية عينيها، وبتقول لنفسها آدم لو عرف هيطلقها وتخسر كل حاجة، المستوى المادي والاجتماعي اللي آدم عايشها فيه. وهنا قررت تنفذ جريمتها، لازم تورثه عشان تفضل عايشة في نفس المستوى قبل ما يعرف الحقيقة ويسيبها. وفعلا روحت قبل آدم، جهزت أكل وضحكتها كانت عادية وكلامها هادي. قربت منه وهي ماسكة زيت وعملت ليه مساج، لكن ما كانش زيت مساج عادي، ده مادة بتشل العضلات بسرعة، بتخلي الضحية عاجز عن الحركة، بس واعي بكل حاجة، شايف وحاسس بالغدر لكن مش قادر يدافع عن نفسه. سارة هي اللي سحبته وهي اللي رمته، كل خطوة كانت محسوبة، والناس شافت مجرد سقوط. في ناس بتفكر إنها تقدر تتحكم في مصير غيرها، لكن الحقيقة مهما حاولوا يدفنوها دايما بتطلع للنور، وبتثبت إن العدالة مش دايما بتيجي متأخرة، أحيانا بس محتاجة حد يشوف التفاصيل الصغيرة اللي محدش خد باله منها.